اهلا بيكم على قناة البورصاجي. النهاردة انا عايز اتكلم على موديل انا بستخدمه شخصيا في التريدينج، وازاي انك تطلع من التريدينجز وتحدد جلسة اسيا ولندن ونيويورك، لان الموديل ده بيتكرر تقريبا مرة ومرتين في الاسبوع. انا عايزك تماستر معايا الموديل ده، لان الموديل ده مهم جدا ولازم تعرف ايه الاوقات اللي تقدر تخش فيها. انا فاتح الشارت بتاعي على اليورو يو اس دي، وعايز اوريك ازاي تحدد الجلسات الاول، وبعد كده تشوف الماركت بيتفاعل معاك ازاي. لان انت لما بتحدد الجلسات زي جلسة اسيا او لندن، انت بيبقى هدفك انك تخش في نيويورك سيشن. ليه؟ لان انت بتحدد جلسة اسيا الاول، وتشوف بعد كده في لندن ايه اللي بيحصل. بيجي بيهانت انهي ليكويديتي او بيروح لانهي سيوله، وممكن يبقى في تلاعب في لندن. بس نيويورك بيكون بيديك كونفرميشن اتجاه البرايس عامل ايه. خلينا نخش في التفاصيل، ازاي ممكن تستفيد منه، وازاي ترجع على الشورت بتاعك وتعمل عنه باك تيستنج مره واثنين وثلاثه وتبقى ماستر فيه. انا دلوقتي فاتح اليورو يو اس دي، وعايز اوريكم ازاي بتديتكت كل سيشن لوحدها، وازاي تشوف كل سيشن لوحدها، وازاي البرايس بيرياكت في كل سيشن. طيب هنا انا فاتح الشارت، وهنا دي كده بالنسبه لي دي اسيان سيشن. الكونسوليديشن ده كله اسيان سيشن. هكتب من فوق هنا كده عشان الناس تشوف. اسيان سيشن ده الكونسوليديشن بتاعي. فانا دلوقتي لو انا فاتح اسيا في كونسوليديشن اهو حصل، وبعد كده الكونسوليديشن حصل ايه بقى؟ حصل مانيبيوليشن، تلاعب في الماركت. شايفين التلاعب؟ عمل نفسه نازل، عمل هانت الليكويديتي هنا وراح قلب. فانا هنا كده دي بالنسبه لي كده لندن سيشن. تمام. فانا دلوقتي حددت جلستين مهمين قوي في اليوم، جلسه اسيا وجلسه لندن. طب انا دلوقتي بقى لو هخش تريدنج اخشها ازاي؟ بصوا اللي حصل معايا في لندن بقى عشان تمسكوا معايا السيناريو واحد واحد. ده كونسوليديشن. كونسوليديشن يعني ايه؟ يعني البرايس بيروح ويرجع في نفس المكان، ما بيروحش في حته. شايف زي ما انتم شايفين، طالع نازل طالع نازل، ولا عمل هانت هنا ولا راح هنا ولا عمل اي حاجه. جه لندن لما فتحت راح نزل عمل لي مانيبيوليشن، ورد هنا تاني، بقى عمل لي بريك في الماركت ستراكشر، وعمل لي فير فاليو جاب. شايفين الفير فاليو جاب دي؟ الفير فاليو جاب دي بقى مهمة جدا. ليه؟ لأن وانس إن البرايس كسر الماركت ستراكشر، وأنت في آسيا عامل لك اكيوميليشن، وجه في لندن راح عمل مانيبيوليشن وراح طلع تاني، اعرف إن الفير فاليو جاب دي منطقة مهمة جدا إنك تخش منها. فخليني أشيل بس الحاجات دي عشان تشوفوا بقى الحاجات على. فالفير فاليو جاب دي بالنسبة لي اتعملت في لندن، بس أنا هخش منها في نيويورك. فأنا لما أجي أحدد بعد كده دخلتي من هنا، وهحط الستوب لوس بتاعي تحت الاوردر بلوك. خلي بالك هو ممكن ينزل تاني لغايه الاوردر بلوك، فخليه تحت الاوردر بلوك او تحت الهاي دي. والتارجت ايه؟ التارجت الهاي دي. ده اول ليكويديتي او تاني ليكويديتي. فانت كده بقى عندك سيت اب وموديل تقدر تشتغل بيه بكل سلاسه. خلينا نكتب دي على برضو دي نيويورك سيشن عشان الناس تشوف كل حاجه. كل دي نيويورك اي ام سيشن والبي ام سيشن. فاللي انا عايز اقوله ايه من الموديل ده يا جماعه؟ اللي انا عايز اقوله ان الموديل ده لازم تدرس فيه حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه هي جلسه اسيا، ولازم تكون اسيا اكيوميليشن. يعني ايه لازم تكون؟ يعني اسيا زي ما انتم شايفينها كده، طالع نازل في نفس المكان، ما يكونش بيطلع كده ما يكونش بينزل كده، لازم يكون اكيوميليشن. وبعد كده لما تشوف لندن نزل او خد اتجاه وراح طلع كسر ماركت ستراكشر زي هنا وعمل لك فير فاليو جاب، يبقى انت عينك على الفير فاليو جاب دي. ليه؟ لأن غالبا البرايس عمل accumulation manipulation distribution. فأنت كده عندك استراتيجي واضحة وفيري دايركت لليوم بتاعك. فأنت كل اللي أنت محتاجه تثبت أسيت تكون accumulation، وتشوف في لندن المانيبيوليشن ولا فعلا عايز يكمل نزول.
دي نمرة واحد، لان خلي بالك ممكن في اشن سيشن مثلا يعني اكيوميليشن، ويجي في لندن يروح نازل، ويجي في نيويورك يروح نازل تاني. طب ايه اللي خلاني اخش التريده دي؟ لا، هنا في حاجه اسمها شيفت في الماركت ستراكشر، كسر لي على ال1 اور الاستراكشر ده. شايفين الاستراكشر ده اتكسر؟ واتكسر بايه؟ واتكسر وعمل لي فير فاليو جاب. فدي منطقه مهمه جدا انك تخش منها علشان تضمن ان البرايس طالع فعلا، طالع في الاتجاه اللي انت عايزه. فاعتقد ان ان اللي هيذاكر الموديل ده ويرجع بعد كده يعمل عليه باك تيستنج مره واثنين وثلاثه، هيقدر يرصده بكل سهوله في اي يوم من ايام الاسبوع، في اي عمله، في الفوركس، في الذهب، حتى في اليو اسات، يو اس 30، يو اس 100، هتلاقي الموديل ده شغال موجود. وارجعوا يا جماعه على الشرط وشوفوا كل حاجه. يعني انا بديكوا الوية اهي، ارجع انت شوف الكلام ده صح ولا غلط. يعني انا كل اللي طالبه منك انك ترجع للشرط بتاعك وتشوف الكلام ده بيحصل فعلا ولا لا، وبيحصل مره ولا مرتين على الاقل في الاسبوع ولا لا. ده اللي عايز يستفاد فعلا من الفيديو ده لازم يطبق الكلام ده. محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.